احنا في مجمع الكويت الخيري التعليمي في الصومال. هذا واحد من أضخم المشاريع الموجودة في القارة السمراء، قدم كهدية من اللجنة الشعبية لجمع التبرعات إلى أطفال وطلبة الصومال. منو هي اللجنة الشعبية اللي جمعت التبرعات وأوكلت بيت الزكاة مهمة تنفيذ المشروع؟ لجنة مسيرتها امتدت أكثر من 60 سنة، تقدم المساعدات داخل وخارج الكويت. أسسوها مجموعة من تجار الكويت، واختارت سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه إنه يكون رئيس فخري لها. رحم الله الحي منهم ومن وافته المنية. يحتوي هذا المشروع الضخم على 11 مرفق: المدرسة الأساسية، الثانوية، الصناعية، الورش، المسجد، المستوصف، بالإضافة إلى المزرعة، المخبز، وسكن الطلاب، بالإضافة إلى قاعة المناسبات وصالة الطعام. لما أقول لكم مشروع ضخم لا تتخيلون، تقدرون تشوفون هالمشروع من فوق. مجمع أحيا هذه الأرض الوسيعة الفاضية بالتعليم وتأسيس الأجيال. واحدة من الجمعيات الخيرية اللي تشتغل داخل الصومال الرحمة العالمية، عندها 800 موظف يشتغلون داخل الصومال. التبرعات والإسهامات اللي توصل لهم ساهمت بتأسيس 8 مشاريع مختلفة، أساس اهتمامهم بالتعليم. عندهم 5 مجمعات تعليمية و15 مدرسة، عدد الطلبة فيها أكثر من 9000 طالب. عشنا معاهم يوم كامل حافل الجدول. طلبة الإذاعة المدرسية كانوا فخورين بقدرتهم على الحديث باللغة العربية والإنجليزية في برنامجهم، وباقي الأنشطة اللي شفناها كانت جزء من يومهم الطبيعي بالمجمع التعليمي. وإحنا هني في قسم مجمع الكويت التعليمي للبنين، عبرنا الشارع ووصلنا إلى مجمع الفتيات. هني مدرسة البنات تأسست عام 2015 وتدرس مختلف المواد من الكيمياء والعربي والإنجليزي والرياضيات وغيرها من المواد. منهجها بريطاني، تاخذ المرحلة الروضة إلى الثانوية، فيها 390 طالبة تقريباً. أحلى شيء ممكن تعيشه حياة الطلبة خلال يومهم الدراسي، تسمعهم وتسمع منهم، وأحياناً من الحماس تشاركهم اللي يسوونه. حماسهم ووناستهم بوجود فريق العمل كان استثنائي، حتى أغاني ترحيبية كانوا مجهزين لنا. ما شاء الله. تصفق لهم. بس مشكورين مشكورين مشكورين. طبعا بهذه المدرسة كلها فيها طبعا ثلثها تقريبا من اليتيمات، فيها عدد 115 يتيمة. كفالتهم تكلف 15 دينار، وهي الكفالة الشاملة تكفل طبعا دراستهم، الشنطة المدرسية، أكلهم، شربهم، وحتى السكن، وحتى توصيلهم لهذه المدرسة. الله يجزاه كل خير من تبرع وتكفل بكفالة اليتيم. Thank you. Thank you so much. الكلاس اللي بعده. اعتذرت من المدرسين إني قاعد أدخل فجأة في نص الدروس، بس صراحة كنت مستانس وأنا أشوف تفاني المعلمين في التدريس وحرصهم على الطلبة،
وعلى حمل الأمانة اللي عليهم. Number 6 again, listen to Teacher. Listen to teacher. Rule number 1. homework. Rule number 3. No fighting. What is the name of your country? Somaliland. What is the name of your country? Somaliland. عجيب عجيب كلاس عجيب. خوش كلاس. الصبح تبي كلاس كذي. برافو عليهم. هذه المدرسة طبعا بفلوس، يعني الناس اللي تسجل فيها يسجلون فيها بفلوس، سواء المقتدرين أو اللي كافلين اليتيمة وطالب العلم يسجلون فيها. مدرسة وقفية معناتها أن أي دينار يدش في هذه المدرسة ينصرف على المدرسة، على المدرسين وعلى الطلبة. من حجم هالمشروع واختلاف أقسامه وصلنا هني من صباح الله خير، وغابت عنا الشمس وإحنا للحين فيه قبل ما يردون الطلبة حق هالمكان، لأنه صار وقت نومتهم. خلني أقول لكم عن هالجزء من المجمع. جزء أساسي من استقرار الأيتام هو تحسين بيئة معيشتهم. احنا موجودين في سكن الأيتام بمجمع الكويت اللي يوفر البيئة المناسبة والرعاية الصحية والاجتماعية، وفيه 26 غرفة. بكفالة أهل الخير للأيتام عطاهم الفرصة للتسجيل المبكر في المدرسة. طبعا كفالة اليتيم تكلف 60 دينار بالشهر، غير الإقامة يعطونهم هني الكسوة الشتوية وكسوة العيد في كل سنة. الدخلة من هناك نشوف عندهم الحين فرصة للبنات.